إنه الموت، لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، ولا مسلما ولا كافرا، ولا حرا ولا عبدا، ولا رئيسا ولا مرؤوسا، ولا ملكا ولا مملوكا. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. إنه الموت الذي لا يحتجب عنه بالحجاب ولا يمتنع عنه بالعساكر. إنه الموت الذي يدركنا ولو تحصنا منه في بروج مشيدة. إنه الموت قد لا تبتلى قبله بمرض، وقد لا يقع لك قصة تدل على قربه إليك، لكنه الموت يهجم عليك دون استئذان. الملوك يموتون، والرؤساء يموتون، والتجار يموتون، والفقراء يموتون، كل الناس يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عزاء فما يصنع الجازع، ودمع الأسى أبدا ضائع. بكى الناس من قبل أحبابهم، فما منهم أحد راجع. فدل ابن 20 في قبره، و90 صاحبها رافع. يسلم مهجته طائعا، كما مد راحته البائع. ولو كان من حدث سالما، لما خسف القمر الطالع. وكيف يوقى الفتى ما يخاف، إذا كان حاصده الزارع. إنه الموت. نحن اليوم نضع بصمة في قلوبنا، نضع بصمة في أنفسنا. نحن لن نتكلم اليوم عن بر الوالدين، ولا عن أمر بمعروف، ولا نهي عن منكر. لن نتكلم عن تنظيف المساجد، ولا عن الصدقات، ولا عن توزيع الطعام. اليوم سنتكلم مع أنفسنا، سنناجي أرواحنا، سنضرب قلوبنا بسياط الوعظ والتذكير. اليوم سنتذكر القبر، تتذكر خروج الروح، تتذكر حالي وحالك، وأطفالنا من حولنا يبكون، وزوجتي وأمي وأبي إلينا ينظرون، لا يملكون عنا شيئا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إنه الموت. سبحان الحي الذي لا يموت، تفرد بالديمومة والبقاء، وكتب على عباده الفناء، وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة أو الشقاء. إنه الموت. تعالوا نضع بصمة في قلوبنا اليوم، تعالوا نتذكر هادم اللذات، تعالوا نجعلها نقطة تحول فعلا في حياتنا. نتذكر أننا سنموت، ربما نموت خلال تقديم هذه الحلقة، من يدري؟ ربما نموت بعدما نغادرها، من يدري؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إنه الموت لم يسلم منه حتى الأنبياء. إنك ميت وإنهم ميتون.